السلام عليكم الإخوان ديالي ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معكم يونس العنباري. اليوم إن شاء الله الإخوان في هذه الحلقة هذه اللي غادي يكون إن شاء الله تركيب الخاتم بالنسبة لصغار الكناري. اللهم بارك. فالإخوان بالنسبة لهاد الصغار فهما في العمر 6 أيام على ما أظن. فبالنسبة لتركيب الخاتم فهو يتراوح ما بين 6 أيام و7 أيام تقريبا. فبالنسبة للإخوان إلا كانوا الطيور مازال صغيرين في السن فلا يمكن تركيب الخاتم، لأن بالنسبة للعظام ديالهم كتكون مازال هشة. فأما بالنسبة للصغار إلا كان السن ديالهم كيفوق 7 أيام فهنايا كيصعب علينا أننا نركبوا اليوم الخاتم، لأن كما كنعرفوا فالأرجل ديال الطيور فهي كتكبر بواحد الشكل يومي وبواحد الشكل اللي هو سريع، فهنايا كيصعب علينا أننا نركبوا لها الخاتم إلا فاتوا 7 أيام. فبالنسبة للإخوان فأحسن المدة أو أحسن توقيت لتركيب فيه الخاتم بالنسبة للصغار فهو 6 أيام أو 7 أيام. فأما الإخوان بالنسبة لتربية الطائر الكناري في الأقفاص، فبالنسبة للطائر الكناري فهو واحد الطائر اللي هو سهل في التربية ديالو، فهو كيلزم غير واحد المتابعة. وبالنسبة للنظافة فكما تكلمنا في الحلقة السابقة بالنسبة للنظافة والماء ديال القفص، فهي الطيور الكناري كتكون أغلبية سهلة في التربية ديالها. بالنسبة للإخوان اللي هما كيكونوا مازال جدد في تربية الكناري هنا كيصعب عليهم التربية، لأنهم ما كيعرفوش بزاف ديال المعلومات وهنا كتصعب عليهم. أما بالنسبة للناس اللي هما عندهم تجربة في تربية الكناري فهنا كتسهل عليهم التربية ديالو، لأنه ما كيتطلبش شي متطلبات اللي هي كبيرة. فتربية الكناري فهي بالنسبة لي أو كما كنلاحظ أنا فهو طائر سهل مقارنة مع بعض الطيور المغردة الأخرى مثل طائر الحسون. فطائر الكناري فهو طائر سهل في التربية. فكما قلت لكم الإخوان بالنسبة للاستحمام والتغذية ديال الطائر وكيكون واحد التتبع اللي هو يومي بالنسبة للطائر. هنايا فاش كنحصلوا على واحد النتيجة اللي كتكون جيدة بالنسبة للتربية ديال الطائر الكناري. فكما كنعرفوا الإخوان بالنسبة للطائر أو جميع الطيور اللي هي مغردة وكتربى في الأقفاص، فالطيور هي واحد الكائن اللي هو رقيق وحساس بزاف. فمن الضروري ومن الطبيعي أننا نتبعوا الطيور ديالنا، فهنا كنحصلوا على واحد النتيجة اللي كتكون جيدة لا بالنسبة للتربية والتغاريد أو بالنسبة للتفريخ. أما بالنسبة للناس اللي كيقوموا بالتفريخ ديال الطائر الكناري داخل القفص فهنا بزاف ديال الإخوان كيلقاو بعض المشاكل بالنسبة للتغذية ديال الصغار ديال الطائر الكناري. فبالنسبة لي أنا الإخوان فأنا التغذية اللي كنقدم للطيور ديالي عند التفريخ فهو البيض المسلوق والخس. فالإخوان فهذا هو غذاء متكامل بالنسبة للصغار وعن تجربة. فبالنسبة للإخوان لما تقوم بالتفريخ من الضروري ومن المؤكد تقديم البيض والخس للطائر، لأن كما كنعرفوا الخس فهو غني بالألياف، وبالنسبة للبيض فهو غني بالبروتينات. فهنا أن الصغار كتحصل على واحد الأكل اللي هو كيكون جيد. وبالنسبة للنمو ديال الصغار فهو كيمشي على ما يرام وكتمشي الأمور على كل حال جيدة. فهنايا الإخوان كنشكر جميع المتتبعين ديال يونس العنباري، وكنشكر الإخوان ديالنا لا في المغرب ولا في الجزائر ولا في ليبيا وتونس والعراق والأردن جميع الدول العربية المتتبعة. فكنشكر الإخوان وكنطلب من الإخوان يفعلوا لايك بالنسبة للقناة والبارطاج، هذا فضلا منكم. وكنوجه التحية ديالي لجميع المولوعين في الدول العربية، وكان معكم يونس العنباري، وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم.